السلام عليكم. اللي شفناه من لاعبين المنتخب المغربي ومن جماهير المنتخب المغربي، أول حاجة نرفع لكم العقال نقول لكم ألف ألف مبروك، وثانيا نقف جميعا ونحيي المنتخب المغربي البطل. معلم مبروك الفوز يا معلم. مبروك يا كابتن خالد، مبروك للجميع، مغاربه وغير مغاربه، مبروك لينا جميعا جميعا جميعا. بص اهو شوف عشان بس تبقى مصدق. صح، هو كاتب واحد. عطني ورقه. شوفوا يا جماعه الخير، المعلم كابتن حسن شحاته كاتب توقع على ورقه، كاتبها مسجلها مسجلها وقالها من ساعه على فكره في قبل المباراه، قال المغرب 1-0. مبروك يا معلم. وان شاء الله وهيروحوا كمان لاكثر من كده باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. باقي لهم مبارتين خلاص الحمد لله، ان شاء الله الدور اللي بعده والنهائي باذن الله تعالى، هم قدها ان شاء الله. طرابلسي، ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للعرب. حسب رأيي مباراة بطولية كبيرة ياسر. المغرب في النصف النهائي بهدف واحد، قاموا بمباريات على مستوى عالي جدا، على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الدفاعي. ألف مبروك، ربي يعطي خيره. ظاهر القلوب صافية بينات المجموعة. نتمنى اللي يكونوا المغرب معناتها تستغل الظرف هذايا وتنجم تمشي حتى للنهائي، ولما لا الفوز بكأس العالم إن شاء الله. فيديو عفوي لسيدي السمو الامير الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني اثناء حضوره مباراه المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي في اللحظات الاخيره، يشوف الساعه ويقول المباراه انتهت. المنتخب المغربي صنع الفرحة في الوطن العربي الكبير، بل في أوروبا وأفريقيا وكل مكان. الإنجازات دائما تأتي فنفتخر بها نحن بالعلم المغربي الحبيب بأسود الأطلس. ألف مبروك دكتور، مبروكين الفوز، تستاهل فرحة. الله يعطيك الصحة والعافية، كنا خايفين على صحتك اليوم. الحمد لله، والله فرحان من طبيعة الحال، وأشكر الوليد الركراكي، رشيد بن محمود، جميع اللاعبين والمسؤولين على الاتحاد المغربي على هذا الإنجاز. فرحتوا به المغاربة، فرحنا المغاربة، فرحتوا العرب. أشكركم كثير وكثير وكثير، والله فرحة ما تصور والله. الحمد لله. وشكرا لقطر على كل شيء سوات من تنظيم، ترحيب بالمغاربة، أعطيتوا التيكيت مجانا لعدد كبير من المغاربة دخلوا يشوفوا المباراة. شكرا شكرا وشكرا لكم. لسه هتشكر في الماتشات اللي جايه، لسه هتشكر تاني ان شاء الله. هتشكر تاني وتالت باذن الله. نشكر ربنا دائما وابدا. كابتن حسام حسن، مبروك فوز المغرب. مبروك طبعا لنا كلنا، مبروك للشعب المغربي والاخوان كباتن دكتور حسن وطلال ولينا كلنا. يعني انا شايف ان عملنا المستحيل، المنتخب المغرب عمل المستحيل في كرة القدم، ان احنا نحلم ان منتخب عربي يكون موجود في ربع نهائي او نصف نهائي، فدي حاجه كبيره جدا. وانا عايز اقول كل الناس نسيت يعني صاحب القرار، يعني واللعيبه تعبت، الجهاز تعب، ولكن في واحد كان ممكن يتهاجم بشكل كبير وهو صاحب القرار. يعني كلنا ممكن نختلف معاه ان هو غير المدرب اللي وصل المنتخب المغربي لكاس العالم. ففوزي لك انا طبعا عمري ما اتقابلت بيه، ولكن انا اسمه ان هو يعني بنوع عليه ان هو راجل صاحب قرار وصاحب رؤيه، ان هو اختار بعد المدرب الاجنبي اللي وصل المنتخب المغربي لنهايات كاس العالم وغير قبل كاس العالم. فدي قرار صعب جدا ما حدش يقدر ياخده الا لما يكون واحد عنده درايه، عنده خبره، عنده فكر، قاري رغبه الجماهير. لان الشارع المغربي اعتقد بعد وصول المنتخب المغربي لكاس العالم كان في يعني ما كانش في توافق على المدرب الاجنبي اعتقد كده، لكن ان هو يجيب مدرب وطني وليد الركراكي وبخبراته يعني راجل ما مسكش منتخب قبل كده، ولكن دي تحسب لرئيس الاتحاد المغربي ان هو شارك في فرحه الجماهير المغربيه.